في وسط زحمة الأيام كل واحد فينا بينسى أهم حاجة، قلبه. بنغسل وشنا كل يوم، بنغير هدومنا، بس كام مرة فكرنا نغسل قلبنا من جوه؟ القلب يا جماعة مش بس عضلة بتنبض، ده المكان اللي ربنا بيبص عليه. النبي قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني أول خطوة في أي روتين يومي لازم تبدأ من جوهك، من قلبك. روتين تنظيف القلب ممكن يبدأ ب5 حاجات بسيطة. أول حاجة، سامح. مش علشان اللي وجعك يستحق، لكن علشان قلبك يستحق الهدوء. وربنا قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تاني حاجة، خفف الحقد. كل ما تحس إنك بتغلي من حد، قول في سرك: اللهم طهر قلبي من الغل والحسد. ربنا وصف أهل الجنة وقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني الجنة مكان القلوب النظيفة. ثالث حاجة، راجع نفسك. كل يوم قبل ما تنام اسأل نفسك: زعلت مين؟ ظلمت مين؟ اتكلمت عن مين؟ مش علشان تأنيب ضمير، لكن علشان تكون صادق مع نفسك، وده أول طريق الراحة. رابع حاجة، صلي بقلبك. مش بسرعة علشان أخلص، لكن صلي كأنها آخر صلاة ليك في الدنيا. ربنا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني اللي يطهر نفسه هو اللي بينجح فعلا. خامس حاجة، ابعد عن السلبية. مش كل نقاش لازم ترد عليه، ومش كل وجع يستحق تبني عليه حياتك. خليك دايما خفيف متصالح، سيب اللي يؤذيك وكمل في طريقك بسلام. وفي الآخر، تنظيف القلب مش بيحصل مرة واحدة، دي عادة، زي النفس العميق بعد الزحمة، وزي المية اللي بتجري كل يوم تشيل التراب. ابدأ يومك بدعوة صغيرة: اللهم اجعل قلبي نقياً، لا يحمل حقداً ولا حزناً ولا هماً لأحد. ساعتها هتحس إن روحك اتغسلت، وإنك بجد بدأت يومك بنور مش بيطفي.